بصراحة قبل ما أبدأ الفيديو أحب إن أنا أشكر ال29 راجل جدع اللي جات له الجراءة والجرأة إنه يعبر عن رأيه مش خايف من أي حاجة وضغط على زرار الاشتراك أو السبسكرايب في القناة. والله من غير كلام كتير إحنا جايين النهاردة نتكلم عن الفود بلوجر. ليه مستني حد يروح مطعم وياكل فيه وبعد ما ياكل يقول لي الاكل اللي فيه حلو ولا وحش، وبناء على كلامه ده اروح اكل في المطعم؟ انا هنا مش بهاجم الفود بلوجر كمحتوى، انا لا اختلف ابدا مع الفود بلوجر. فاحنا النهارده جايين نعمل تغطيه شامله متكامله عن الفود بلوجر في مصر. وتسخنوا رواحكم وما تجي فيه حتى نقطة زيت في نص ساعة. ديروا يا نهار ابيض، كل ده حصل امتى الكلام؟ تعالوا ارجيكم كيف السنبله شكلها. حاسس بجسمي بيشوكني وانا بتفرج. هنبدأ النهارده بيه السيدة زينب. فطار في السيدة يعني الجحش. جحش اكله من عند السيده سينا بالجحش. بسم الله، فول بالسمنة بقى. يجي الجحش ايه جنب البغل؟ تركز معايا يا باشا عشان فيديو النهارده فيه صرف شويه، والفيديو ده حرفيا غير مخصص لاصحاب القلوب الضعيفه، وده ده تحذير عشان لو انت ايه اللي هيطلع مرعب في الفيديو بتاعك، يعني مش فاهم بجد. هخاف من ورك الفرخه في ايه مثلا؟ Do you believe that a raw chicken can come alive? And do you have kids? كده 5 ستار. اللحمه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بقى بتتعتق في الزبده من 30 ل 60 يوم، شكلها بجد يفتح النفس، وانا هنا كنت متحمس جدا ان اجرب المكان. انا حسيت حاجه غريبه، انا جعت انا بتفرج على الفيديوهات فود ريفيو كده، جعت بصراحه، جعت فشخ. فهروح اكل اي حاجه، ولا تيجي اجيب اي حاجه اكلها ونعمل فود ريفيو مع بعض. استنى اما اعمل انتقاله حلوه كده بقى. اعمل ايه؟ في انتقاله روشه كده برضه شويه. اظن الانتقال روشه فشخ بصراحه. كسلت اعمل اكل بصراحه، ولاني بصور بالليل جدا مش هطلع بقى اجيب، يعني مش مستاهله. يعني قلت اجيب فطار الصبح ونعمل عنه فيد ريفيو. فالنهارده هنعمل لكم فيديو. فيعني معانا جبنه، معانا جبنه كان معانا جبنه في الطبق هنا، حميه ساخنه. شوف الفيديو ساخن دلوقتي. المفروض ان انا هاكل الاول بقى، نرجع نصور لكم تاني فود بلوجر وكل الناس اللي بتتكلم عن الاكل بشكل عام. عايز بقى اعمل انتقاله عما اخلص اكل واعمل واجي لكم بالشاي. في انتقاله روشه، جات لي انتقاله في دماغي، انتقاله روشه. هنقعد كده؟ لا هنقعد كده، ايوه هنقعد كده، نعمل كده. مش عارف هما دايما بيعملوا كده ليه، مش عارف. والله انتقاله روشه، والله روشه. ويلا بينا، رغم اني حاسس ان انا تقلت شويه بعد ما اكلت. احنا النهارده في وسط البلد، فتعالوا نجرب حاجه جديده قوي. انا اصلا مطاعم الفرايد تشيكن كلها، بس لقيت مطعم بيعمل فرخه كامله هي فرايد تشيكن كامله. يا نهار ابيض، يا دين امي، فرخه كامله فرايد تشيكن. فعايز اشوف الموضوع دوت. ومطعم اسمه هاتشي في وسط البلد، وبقول لك ايه، ادخل شوف. يا عم اتكلم حلو في ايه؟ يلا بينا. احلى شاورما ماما نور، اهلا وسهلا حبيبي. حبيبي. وفي الريفيو ده جربت كل حاجه تقريبا، وهقول لكم رايي. انا والله بفكر اعمل المحتوى ده بجد محتوى جامد فشخ. تخيل كل اللي انت مطلوب منك، هيجي لك مطعم هيديك مبلغ مالي معين او هياكلك مثلا ببلاش، وكل اللي هتعمله هتروح تصور فيديو وانت بتاكل وتقول ان الاكل جوسي بس، ما تعملش اي حاجه ثانيه. خد فلوسك، قول الاكل جوسي بس، تمت صناعه الفيديو. فرشح لي المطعم ده وقلت بصراحه هاكل فيه، ولو عجبني الاكل هقول اسم المطعم، ولو ما عجبنيش ولا كاني كلت فيه. معاكم علي فيصل اكيد هيعجبك وهتقول اسم المطعم. وفصل مبشور والسويت شيل بجد كانت تحفه. خش لي بقى اللي بعده يا باشا، بطاطس بالجبنه الشيل. عايز اقول لكم بجد هنا بياكل وبلا بلا بلا بلا، وجوسي ومش جوسي، وبتلص وبتبص وبتنص وبتفوز. فنختصر على طول نشوف هل الاكل كان حلو ولا لا. غالبا هيطلع حلو. يا جماعه بجد لازم تجربوه، بجد يا جماعه كان طعمه تحفه. عيب عليك. اهم طبق بالنسبه لنا كلنا هو السويت اند ساور، وكانت معموله على الطريقه الصينيه والصوص بتاعها. بعيدا عن محتوى الفيديو، انا عايز اروح اجيب اندومي فعلا. فهنعمل دلوقتي فيديو جيت ريدي ويز مي وانا رايح اشتري الاندومي. بعد كده هنعمل فيديو تاني هنطبخ الاندومي. مش عارف بصراحه ده نصنف الفيديو ده تحت ايه. بعد كده نعمل فود ريفيو واحنا بناكل الاندومي. جيت ريدي ويز مي وانا رايح اشتري اندومي. الساعه 12 مش اي حد في الشارع، احنا عندنا في الحر يعني مش عارف ليه، بس دلوقتي رايح اجيب الاندومي. هذا الفيديو غير مخصص لاصحاب القلوب الضعيفه، وانا غير مسؤول بتاتا عن. ماشي. اول حاجه عشان نعمل الاندومي محتاجين نحط ميه في البتاع ده عشان نغلي في الميه. وكده الميه غليت معانا.
اظن كده كفايه. اول حاجه نجرب الشوربه بتاعه الاندومي. جميله جدا. ودلوقتي هنجرب الاندومي نفسه. واللي بيميز الاندومي هنا ان هو جوسي. بس كده يكون انتهى الفود. ويلا بينا نكمل واخرتها ايه مع الفود. وبدات بينا يا باشا بقى ايه المعركه. عايز اقول لكم انا النهارده مفيش غيرك انت ولا ايه؟ مفيش غيرك اللي بيعمل فود ريفيو ولا ايه؟ حد تاني، حد جديد، وشوش جديد. اغرب اكلات ممكن تاكلها لو جيت مصر. الاكل ارض مصر والله. اقول مصر منوره ليه الفتره اللي فاتت. الاكل الغريبه اللي معانا اللي هي عباره عن ساندويتش مخ. اما بالنسبه والله ماشي، يعني سندوتش مخ برضه الموضوع غريب فاهم. للاكله الثانيه اللي معانا الغريبه اللي هي ساندويتش مكرونه. اما ايه الغريب في سندوتش مكرونه يا بني ادم؟ بالنسبه للاكله الثالثه المعروفه والمشهوره في مصر اللي هي الفسيخ، واللي حبيب الملايين الفسيخ ده طبعا. طبعا مستحيل ينأكل ابدا ابدا ابدا. ليه؟ ليه مستحيل تاكل؟ والساندويتش اللي بعده من محل مشهور ببيع الجبنه القديمه، ساندويتش فيه جبنه يحتفظوا فيها الفتره. انا لسه عامل دلوقتي فيديو عن الجبنه القديمه. انا طلع جوايا فود بلوجر صغير. بما اني في الهند كان لازم اجرب الاكل الشعبي هناك. ليه؟ اول اكله جربتها هناك كان حاجه اسمها كاتشوري، كانت معموله من طبقه عجينه رقيقه محشي جواها خضروات محمره، طعمها غريب وجديد شويه بالنسبه لي. بعد كده كان لازم نحل. جربنا الاكله دي. انا بصراحه لو شفت المنظر ده مش عاوز اكل غالبا يعني. وبعدين الهنود والفيديوهات بتاعت الاكل المشهوره عندهم، انا بصراحه يعني لو رحت الهند هبقى متوتر وانا بشرب ميه بصراحه. بعد كده كان لازم نحل. جربنا الاكله دي كان اسمها جليبي حمر. جاليبي يو كوتشينا من همين. على الغدا شنو هو اكل البيت. تعالوا كده نبدا بالملوخيه وهي خش سخنه. يا بولا. كان بقالي زمن ما اكلتش يا ملوخيه دين أمي. جامده قوي، كانت وحشاني جدا بصراحه. طلع كويس بقى وندخل على الكفته. نعمل بقى خش يا سندوتش كفته وعليه البتنجان المخلل وننزل بقى كده في الطحينه. البتنجان المخلل البيتي ده بينفع جامد في الميكسات. نعمل بقى واحد كفته بتنجان بطاطس وننزل اعمل. برضه في الطحينه. بلع كويس بقى. ومش مهم يا جماعه اسمها سمبوسه ولا سمبوسك، أيوة المهم أيوة. تبقى مليانه جبنه. تقول لي بقى لا سمبوسه ولا سمبوسه، هنهق ولا ايه؟ هتق معايا هينزل ياكل ملوخيه دلوقتي. تعالى يا احمد لا لكل عم مسرح مصر. والله يا استاذ اشرف يعني كان نفسي اتفرج على الفيديو بتاعك، بس يعني للاسف يعني انت بتتكلم في 6 دقايق. فاست فود بوريتو. يو ما واخيرا بقى جربت المطعم. هتركن بقى يا مش كل الفيديوهات هتبقى انت في ايه؟ ادي اليوم المطعم الذي اليوم يا راجل امي يا دي راجل صلى الله الكلام الرحمه. انا عاوزك بقى يا باشا تركز معايا يا ده زعلك. خلاص هاتيه ونركن ده. يلا وايه ده؟ من فضلكم كلوا وكلوا يعني. اشربوا واشربوا ناموا وناموا. اتفرجوا على الفيديو بتاعي، اتفرجوا على الفيديو. منوره يا حاجه. طيب ابدا بايه؟ مين الحاجه؟ بجد مين الحاجه؟ مين دول؟ وايه المنظر ده؟ الاول بس احنا في مطبخ اكل ريفي. الحاجه ناديه والاستاذه مريم والاستاذه داليا. تمام. احنا انتوا مين؟ مين ناديه ومريم والحاجه داليا وبيعملوا ايه يعني؟ ايه الموقف؟ ايه الموقف؟ بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ انت تعرفهم اصلا؟ حاسسك ما تعرفهم. بس كنت بتقول لها هو انت مريم صح؟ انت لو تلاحظ في الفيديو، اصلك انت لو تلاحظ في الفيديو يقول لها هو انت مريم صح؟ اللي هو بيتاكد. فانت ما تعرفهمش. انتوا بتعملوا ايه؟ والله يعجز اللسان عن التعبير والله. وانا عجز عن التكمله بصراحه يعني. سلام عليكم. اوبا اسكالوبا، يلا بقى ناكل زلطايه كنتاكي. يلا اظبط يا باشا. يلا نتكنتك من كفس. الواحد قطع هوب قطع. انا اعرفكم على احلى اوردر عملته بالغلط من دجاج كنتاكي فرع الدوحه. عملته بالغلط ازاي يعني؟ النهارده هقيم اكل امي. والله سبقتك وقيمت اكل امي. بص هو جالي رساله على الانستجرام من مكان اسمه اكل امي. كنت خارجه من مليون محاضره وطبعا كنت ميته من الجوع، فطلعت اقوم عند جوبا كريب اللي قدام كوبري ثروت. قلت له الحقني يا جوبا بواحد كريب. الحقها يا جوبا بسرعه بواحد كريب يا جوبا. والصراحه يعني هو عمل لي واحد كريب بس صغير وهو عصبني ووترني. لا ما ينفعش يا جوبا، اعمل لها واحد اكبر من كده شويه. انا عايزه حجم اكبر، بقول لك ميته من الجوع. ورجعت له بقى كده الكريب في وشه، هو قال لي عينيا يا نور هعمل لك حجم اكبر. والصراحه يعني هو كان حجم اكبر. يلا اي خدمه. من التاني بس برضه مش فاهم عليا. انا اقول له يا جوبا ده انا ميته من الجوع. لا مش كفايه يا جوبا، ده ميت، اعمل لها اكبر من كده. حجم اكبر، عاوزه حجم اكبر حجم اكبر. لقيته بيتحداني. اعمل لك الكريبات كبيره هتعرفتك ليها. ولقيته الصراحه خد الموضوع على صدري قوي، ومع اني انا ما غلطتش فيه. انا كل اللي انا عاوزاه كريبايه كبيره، بس هي وسعت منه شويه. يخرب بيت كده انا اتسحلت. انا اتسحلت معاها. كل دي شاورما ادوق بس عشان مش قادر اكل. ممكن ادوق شاورما فراخ، ممكن ادوق شاورما لحمه. سندوتش شاورما فراخ على لحمه. شو بك يا زلمه زود توميه شويه. قلت لك ادوق بس مش قادر اكل. ايه بعدين؟ كنت مستني من منير يطلع بقى يقول له تعرف الشاورما اللي انت اكلتها ديت؟ يقول له بابا انا ما كنتش اقصد. وابوه يبدا يضربه ويقعد يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده. فين الحاجات دي؟
انا تعبت، محدش قادر اكمل بصراحه. كان فيديو مليء بالدهون، فيديو مليء بالسوسي والسبايسي والجوسي. اكلنا مع بعض طعميه، اكلنا مع بعض فول، اكلنا بطاطس. كان فيديو متعب، كان فيديو كله مشاوير وطلبات واكل. زي كل حاجه جميله في الحياه لازم يكون ليها نهايه. اتمنى يكون الفيديو ممتع وشيق ودسم، وكده كان دسم بصراحه. كميه الاكل ده لو طلع مش دسم هتبقى حاجه وحشه جدا. فاتمنى تعملوا بقى الحاجات الكتير، ولا لايك واشتراك وسبسكرايب والحاجات دهيت. وما تنساش دايما ان انت حلو عشان انت حلو. السلام عليكم.